الدستور اللي تم التمرير ديالو في 2011 مع كل اسف ما جاب حتى شي حاجه من المطالب اللي طالبوا بها المغاربه، وحتى ديك الديباجه اللي كانت بانت للبعض بانها ايجابيه ما كاينش تطبيق هذاك الشيء غير للالهاء وللتمويه. كما ان اليوم كيتم التقديم ديالنا هذه الحكومه المحكومه كيقولوا لنا راه جايبه المشروع ديال الدوله الاجتماعيه والحمايه الاجتماعيه للجميع في الوقت التي تسارع فيه الزمن من اجل خوصصه الصحه والتعليم. غدا ماشي بعد غدا غادي تكون مجموعات ترابيه صحيه في 12 جهه المغرب وغيتم حل لي سي اش يو، غيتحلوا مكتوبه في القانون اللي عطاونا باش ندرسوه وما غيبقى والو. الخواص وقال لك 11 مليون ديال داك الناس الرامين غندخلوهم لابو و11 مليون ديال الحرفيين ندخلوهم، اللي بقى هو غادي ندخلوه. وهنا غادي تشوفوا بان اللي غادي يوصل للصحه في المغرب هو اللي عنده باش يضرب على جيبه، اما الفقراء ليهم الله. هادشي اللي كاين. التعليم 70 برنامج ديال الاصلاح تخريبي تدخلوا الكلمات ديال الجوده وديال شي جوده ما كاينه. اليوم التفاهه اليوم كيحاولوا يعطيو للشباب المغربي دبلومات، كنقولوا بان المغاربه ما بقوش فورمي ولاو ديفورمي لانه ما بغاوش الناس تقرا، كيخافوا من الانتليجنسيا، كيخافوا من المثقفين، ما بغاوش يكونوا وكيضحكوا على الدراري. وبدات هذا الشيء ديال التجزيء وكنقريو شويه اليوم وشويه غدا. المناصب ديال الاساتذه الباحثين ما كنخلفوهمش، وثانيا كنجريو على الاطباء ديالنا والمهندسين ديالنا ما كنعتبروهمش، ما كنخلصوهمش مزيان. الباحثين الكبار في لانازا مشاو خلاو البلاد وحنا محتاجين هذا نزيف ما يمكنش نسكتوا عليه. ثم يعني المجال ديال الطاقه، انتم تعرفوا ان الطاقه اساسيه من التحديات الكبيره اللي كاينه في العالم. الا طلع الثمن ديال الطاقه كلشي كيطلع، النقل كلشي كيطلع وكيكون. شكون اللي مكلف بالطاقه في البلاد؟ كل هاد الدول اللي كتحترم راسها من بعد الجائحه قالوا حبس التعليم والصحه، خاص الدوله تكلف به، والطاقه خاص الدوله اللي تكلف بها. واش حنايا الدوله اللي مكلفه بهذا الشيء؟ الدوله تخلت على التعليم وعلى الصحه ودارت التسليع، والطاقه سدوا لها سمير داروا تحرير الاسعار وخلاو 18 عائله كتقج فينا حنايا، وعلى راسها 4 العائلات ضربوا 45 مليار ديال الدرهم ولا من حاسب ولا رقيب. قال لك سيدي درنا المؤسسه الدستوريه مجلس المنافسه، السيد رجل نزيه وجاب تقرير وقال لك هادشي راه اتفقوا بيناتهم رجعوا الفلوس، حيدوا التقرير. واش هادشي اش من دوله هادي؟ ماشي غير ديمقراطيه الواجهه، ماشي غير مؤسسات الواجهه، هذا يعني الاستهتار بالمغاربه اللي حرروا البلاد واللي هما قادرين باش يبنيو بلاد ديمقراطيه. اكثر من هذا حلوا الحدود البلاد، 56 اتفاقيه تبادل حر، اللي عنده شي جالو قايبه عانه، اللي بغى يجي يستغل بنادم العبيد الجدد كيجي لهنا وكيدير الفضل وراس المال، حتى دفاتر التحملات ما كيحترموهاش، كيدي كل شيء. حنا ديالنا حالين فمهم. ومن بعد داروا لنا 20 عام ديال جلب الاستثمارات الخارجيه لي زي دي او، جاو عباد الله وسير دابا قلب لي انت في شي شركه كدير شي حاجه هنا وسير حاسبها، حتى واحد ما يقدر، وباقيين غاديين في هذا الشيء. داروا التقارير قالوا بان الدوله ملي توجهت الخواص تفلسنا، ما درنا تنافسيه حقيقيه، ما خلقنا فرص شغل، ما درنا والو. ورغم ذلك جابوا لنا نموذج نموي جديد، قال لك الجيل الجديد من الاصلاحات. شنو هو هذا الجيل الجديد؟ هو الخوصصه، لا بقى شي خوصصه غادي يخوصوا كل شيء وغادي يركعونا تحت المديونيه. هذا الشيء اللي باغيين يديروا هاد الناس. وسيروا قراو التقرير ديال صندوق النقد الدولي يوصي المغرب باصلاح بين مزدوجتين المؤسسات والمقاولات الكبرى. لا بقى شي مؤسسه والمقاولات الكبرى، خصها الخوصصه. كيهضر على اصلاح ضريبي ماشي كيبغينا حنا من اجل توسيع الوعاء وتوزيع العادل، لا، اصلاح ضريبي من اجل اغناء الغني وتفقير الفقير، اصلاح مالي من اجل تعويم الدرهم باش حنا نغرقوا، باش ما نبقاوش ما كاينينش. حنا غادي نبقاو ساكنين في هذه الرقعه الارضيه كعبيد ننتظروا هذاك اللي غيجي من الخارج باش يخدمنا ولا ما يخدمناش، ولا ما وقعت لنا شي مصيبه. راه قال لك يجيبوا لنا الحشرات، راه وصلوا الميناء ديال طنجه اليوم وغنبداو ناكلوا حنا الحشرات. هذه البلاد اللي فيها اراضي فلاحيه وكان فيها الماء نهبوا هاد الناس، ويمكن لينا حنا نديروا الامن الاستراتيجي ديالنا، نحافظوا على الماء ديالنا ونتجوا الخضروات والفواكه واللحوم اللي خاصنا حنا، ما خاصناش نجيبوا البقر من على برا. كاين راه رؤوس الاغنام موجوده وما كيطنزوا علينا، وحنايا كنتلقفوا داك الطنز ديالهم بداك الناطق الرسمي الخواء، ما كاين حتى كلمه كنسمعوها اللي غادي تفيدنا ونعرفوا هاد الناس اش كيديروا. حتى القوانين كيدوزوهم في لمحه برق ما كنعرفوهم علاش. بعد المراقبه خصها تكون على المستوى المؤسساتي. اليوم في اكبر اغناك دارت للشعب المغربي انه انتخابات ديال 8 شهر تنبير 2021 داروا انتخابات كلها في نهار واحد، وطلعوا 3 الاحزاب على المستوى المحلي الجهوي البرلمان الحكومه، وسير ضي انت يا راقب ولا دبر راسك. هذاك الشيء كله كيدار للالهاء. اما الشروط ديال المراقبه راه معروفه، خاصك تنهي مع الريع ومع الاحتكار ومع النظام الباتريمونيالي اللي جاب لنا عائلات بذاتها ما كانت كاع مشاركه في تحرير المغرب، اللي هي السولات على الماء وعلى الاراضي وعلى الغابات وعلى والامور باقا مستمره. اذا ما كاينش حتى شي مراقبه، اللي كاين خاص واحد المراقبه شعبيه. اليوم كيبان الشعب المغربي راه فايق، راه خصنا نتنظموا، راه خصنا نديروا واحد الجبهه شعبيه للنضال من اجل بناء الديمقراطيه، من اجل بناء العداله الاجتماعيه، من اجل اننا نحافظوا باش يكون القضاء ما يخضعش لبعض التعليمات ويكون مستقل، باش نحافظوا على خيراتنا وباش نقولوا ما بغيناش توصيات ديال دول علينا كيف ما بغات تكون. حتى واحد ما يتحكم فينا لا بسم الصحراء ولا وسط الصحراء، حنا غادي نهزوا السلاح ونمشيو حنا نحرروها. حتى واحد ما غيعاوننا لا في استكمال الوحده الترابيه ولا كل شيء كيجي هنا لمصالحه. وهذا الشيء علاش جا الكيان الصهيوني بصباطكم وحنا ساقلين كل شيء خايف. شنو هذا المشروع منين جا؟ علاش غادي نخافوا؟ حنا خصنا ندافعوا على بلادنا
وحنا ضد الحركه الصهيونيه الاستعماريه اللي كتقتل الدراري والدماء ديالها بالتخاطر الراس. اش بغينا بهم؟ وما غيوريونا شنو غادي نديروا. هذا الشيء كتخافوا منه نتوما الصحافه، كتبغيو تهضروا على هذا الشيء. خصنا نهضروا، خصنا نتكلموا. حنا بلادنا بغينا نحافظوا على سيادتها، بغينا نحافظوا على استقلال قرارها، بغينا نحافظوا على مستقبل هاد الاطفال اللي كيتلاحوا في البحر في الباطيرات باش يكون عندهم مستقبل هنا، يقراو مزيان، يتكونوا باش غدا ان شاء الله حتى هما يكونوا مواطنين مستقلين ويخدموا بلادهم. واش حنا غنبقاو غير عبيد؟ واش اليوم باغيين يدفعونا الحرب مع الجزائر وحنا غادي نخضعوا لهذا الشيء والمعيور السبان ديال الدول المتخلفه؟ لا، حنا خصنا نفكروا في بناء المغرب الكبير، خصنا نفكروا في ربط علاقات مع العالم، تكون علاقات اللي هي مزيانه وقويه باش نحافظوا حنا على مصالحنا وباش نساهموا في بناء عالم عادل، عالم اللي فيه الاخوه الانسانيه وفيه الكرامه. حنا راحنا في العالم ديال الدياب وفي العالم ديال الافتراس وفي عالم ما تيعجبش. اذا خصنا نساهموا كلنا في هذا البناء وكلنا